صدى الفوز الاتحادي من قلب الحدث مع مراسلنا في جدة حسين الغاوي. فرحة ما اكتملت اليوم عشان الجمهور ما كان حاضر، بس هذا يعني اقل واجب نقدمه لجمهور الاتحاد، يعني ان نفرحهم. الحمد لله الامور بعد معسكر دبي انتم شايفين الحمد لله، ناس كثير قالوا انه فسحه وانه نزاهه وانه هذا، بس الحمد لله ردنا عليهم في الملعب، الحمد لله رجعنا نرد عليهم في الملعب. بانت بصمة المدرب الجديد الاسباني. انتم تحكموا ونحن نحكم. ابراهيم. والله كابتن ابراهيم، والله كابتن ابراهيم والله ما شاء الله اليوم يعني قدم واحد المستوى يعني اللي شوف قدامكم تصيحون على بعض، انتم اسمعكم اليوم ما في جماهير، اسمع فوزي ابراهيم. ايوه والله ابراهيم لاعب يعني جنبي، والله يعني من اللعيبه يعني ان شاء الله الكبار اللي عندهم مستقبل، يعني نتمنى الله يعني يسير على هذا النهج هذا ان شاء الله، وان شاء الله يعني فهو لاعب يعني ممتاز. يعطيك الصحة. الله يخليك. الله يخليك. اعتبر اليوم اجازه لهم يعني وما في بيتهم جام الفوز مبسوطين. ان شاء الله المباراه الجايه حيكونوا حيعبوا الملعب باذن الله، ونوديهم فوز ثاني وثالث وكاس اسيا باذن الله. الظروف التي مرت بالاتحاد كانت جدا محبطه في الفتره السابقه، ولذلك يمكن كان الهدف من معسكر دبي هو اخراج اللاعبين من هذه الضغوط، اعاده عمليه التوازن للاعبين سواء من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفنيه. صحيح انه في خلال اسبوع لا تستطيع ان تغير امور فنيه كثيره، لكن اللاعبين ساعدوا، الكل ساعد. كنا نتمنى تواجد جماهيرنا اليوم عشان تفرح معنا، ولكن كنا شاعرين بهم في داخل قلوبنا، ونرجع ونقول لهم شكرا شكرا شكرا، ومهما قلنا لن نوفي هذه الجماهير حقها.